احنا مش هنغير ديننا ولا هنغير عاداتنا ولا قوانين بلادنا عشان 28 يوم. انت اللي لازم تتأقلم علينا وتعرفنا عشان تعرف تتعامل معنا كويس. بعدما حظيت قطر بشرف تنظيم كأس العالم 2022 تعالت مجموعة من الأصوات الغرض منها التقليل من شأن قطر، لكن الأخيرة ترد عندما قالوا أن الجو حار في قطر. أجابت أن المونديال سيكون في الشتاء وأنها تتعهد بوضع مكيفات حتى في الشوارع. وعندما قالوا إنها دولة صغيرة بحجم مدينة في أوروبا، فكيف ستستقبل هذا الحشد الهائل من المشجعين؟ صرفت قطر مبالغ مهمة على البنى التحتية من ملاعب وفنادق ومستشفيات. رد الغرب على أن هذه البنية التحتية تلوث البيئة، فردت قطر أن الملاعب التي أنشئت قابلة لإعادة التدوير كملعب 974 الذي سيبقى كبراءة اختراع في اسم قطر. ووسائل النقل أصبحت كهربائية. فرد الغرب أن قطر لا تحترم حقوق العمال، حيث زعموا أنهم يعملون في ظروف غير إنسانية. فعدلت قطر قانون كفالة العمال وحسنت أجورهم وفتحت مكتبا لمنظمة العمل الدولية في الدوحة. وبعدما فشل الغرب قالوها بكل وقاحة وصراحة أن قطر دولة لا تدعم الشواذ، لذلك هي غير مؤهلة في نظرهم. دعنا نتفاهم عزيزي المستمع أن كرة القدم ليست مجرد رياضة كما يزعمون، أو كرة يجري خلفها 22 لاعبا فحسب، بل هي قوة ناعمة يستعملها أصحاب القوة والنفوذ فيما يريدون وما يشتهون. ودعني أعدد لك. عندما استضافت ألمانيا 2006 كأس العالم، كان هدفها من هذا التنظيم تحسين صورتها أمام العالم فيما يتعلق بالنازية. وأما روسيا عام 2018 جعلت العالم ينسى أو يتناسى ولو مؤقتا جرائمها ودعمها للأنظمة الفاسدة واحتلالها للدول المجاورة. وعندما وضعوا علم أوكرانيا في أعلى الشاشات في كل المباريات وجعلوا الكل يتعاطف معها كأنها الدولة الوحيدة على مر التاريخ التي ظلمت. والأدهى أنهم يعاقبون من يرفع علم فلسطين. إنه الميزان أعرق للديمقراطية الغربية، يمنع ما يكرهون ويسمح بما يشتهون. إذا عزيزي المستهلك أو المستمع، خدعوك عندما قالوا إن الرياضة والسياسة منفصلان، بل هما وجهان لعملة واحدة. ولا شك أنك لاحظت الحملات العالمية لدعم الشواذ، لكنهم كانوا يحتاجون لحدث مهم ككأس العالم. لكن ويا لخيبتهم هذه السنة، الكأس تنظم في دولة عربية ومسلمة لا تقبل بالشواذ بل وتعاقبهم. لذلك شنوا حملات مسعورة على قطر لم تنجح ولن تنجح، وكان الهدف من هذه الحملات سحب التنظيم من قطر. لكن ومع قرب اليوم الموعود أصبح موضوع السحب يقرب إلى الخيال، فلم يتبقى إلا سويعات معدودة. لكنهم سلكوا طريقا آخر. لا شك عزيزي المستمع أنك سمعت أن باريس لن تنقل الكأس على شاشاتها العملاقة. وفي مثل هذه الأزمات اتحد العرب، وكان آخرهم أبو تريكة حين قال: لن نغير ديننا من أجل 28 يوما، بل أنتم عليكم أن تتأقلموا وتعرفوا المسلمين عن قرب.